سندوتش زي ده ممكن يغير مودي 360 درجة. كبدة اسكندراني بطعم وريحة تحفة، احلى وانضف من اللي بتتباع في الشارع بكتير بكتير بكتير. تعالوا نشوف اتعملت ازاي. اولا الكبدة انا ما بغسلهاش، انا بحطها على مصفى، بحط عليها عصير ليمونة، يكون طبعا ليمونة كبيرة، لو ليمونة صغيرة يبقى عصير ليمونتين، ومعاها ربع كوباية خل. بس كده بقلب الكبدة في عصير الليمون والخل وبسيبها تتصفى وتنزل كل السوائل اللي فيها وكل الدم اللي فيها والزفارة في الطبق اللي تحت زي ما هتشوفوا دلوقتي. شايفين؟ هسيبها بقى شوية بالطريقة دي تنزل كل الزفارة والدم الزيادة اللي فيها، ونبدأ نعمل التتبيلة. تتبيلة الكبدة بقى بتبقى عبارة عن راس توم صغيرة بقشرها وبحطها في الكبة، عندي كمان فلفل رومي، دي هريسة شطة هحط منها معلقة، ده فلفل احمر انا بطحنه في الكبة لوحده، هحط كمان قرن فلفل حامي اخضر هقطعه كده في الكبة. بعد كده هنزل بعصير ليمونة، تكون ليمونة كبيرة، لو الليمون صغير هتكون عصير ليمونتين. هحط كمان ربع كوباية خل. التوابل بقى في الكبدة انا ما بحطش غير ملح وكمون فقط، ولا فلفل اسود ولا اي حاجة، كل ده بيضيع طعم الكبدة وبيخليها طعمها مش حلو. هبدأ بقى اخلط الخليط ده كله مع بعض لحد ما ادوب الثوم خالص، عايزة الخليط يبقى مضروب كويس. خلاص بالشكل ده افضل اضرب فيه لحد ما يوصل للشكل ده. هاخد بقى الكبدة بعد ما اتصفت هحطها في الطبق اللي هتبل فيه، وهحط عليها معلقتين من التتبيلة اللي انا لسه عاملاها. هقلب الكبدة في التتبيلة وهسيبها تتبل شوية مش كتير، يعني 10 دقايق بالكتير. طاسة بقى على النار فيها شوية زيت ومعلقة سمنة بلدي حلوة كده، وهحط الكبدة بعد ما الطاسة تسخن جدا. عايزة الكبدة تاخد صدمة عشان ما تنزلش اي سوائل، وهبدأ افردها كده كويس عشان ما تبقاش على بعضها وتنزل اي سوائل. مش هقلب الكبدة لحد ما تبدأ تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده. في المرحلة دي هقلب تقليبة، وطبعا هي الكبدة ما بتاخدش وقت خالص على النار، يعني 3-4 دقايق بالكتير بتكون خلصانة. بعد ما بقلبها بحط عليها فلفل رومي متقطع حتت صغيرة وهقلبه مع الكبدة تقلبتين 2، وهعمل بس كده ايه حفرة صغيرة كده هحط فيها باقي التتبيلة. هسخن بس التتبيلة شوية وبعد كده هخلطها مع باقي الكبدة. اول ما تبدأ تسخن هخلطها مع باقي الكبدة، وشموا بقى احلى ريحة، بجد تحفة تحفة تحفة. طبعا الكلام ده كله حصل في حوالي 3 دقايق، يعني 3-4 دقايق بالكتير بتكون خلصانة. هبدأ بقى اجيب العيش الفينو، وانا العيش عموما بحب اقطعه بالمقص، محبش اعمله بالسكينة خالص، بحس المقص بيخليه كده شكله منظم وكويس. بقطعه بالمقص، وبعد كده هحط بقى شوية طحينة، وبعد كده الكبدة. سندوتش يعدل المود فعلا. هنا بعد ما خلصت خلاص. يا رب يكون طريقتي عجبتكم والوصفة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب.